لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين. نشكر ربنا سبحانه وتعالى إن احنا عصرنا على شريط فيديو للشيخ حمدي الزامل من مدينة بورسعيد. كان موجود عند الأستاذ الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى خاطر، والراجل كتر خيره جاب لنا الشريط مع الشيخ علي بن معاطي محل الدمنة، وكتر خيره ويشكر ان هو امدنا بالشريط وحافظ على الشريط الوقت ده كله والفترة الكبيرة دي. هو هيبقى يقطع الاستاذ هيبقى ايه؟ عادي. الشريط بقى 44 سنة وربنا حافظ على الشريط، والشيخ مصطفى كتر خيره كتر خيره اللي هو جاب الشريط لا مقابل ولا حاجة حبا في الشيخ. وبنشكر الشيخ مصطفى خاطر. انا عاجز عن الشكر. طبعا. أسرة الشيخ حمدي الزامل عاجزة عن الشكر، طبعا ومحبين الشيخ حمدي الزامل عاجزين عن الشكر. طبعا للشيخ مصطفى خاطر العالم الجليل من مدينة بورسعيد الباسلة، لأنه حافظ على الشريط أكثر من 44 سنة. والراجل برضه اتنقل من شقة لشقة وضع عمر وحافظ على الشريط ولا بدون مقابل ولا وبدون مقابل وبدون أي حاجة، بس إحنا عارفين إن هو بيحب الشيخ حمدي حب شديد يعني. الشيخ طبعا. ده من ايام ما كان طالب. من أيام ما كان طالب صغير عنده 15 سنة. الشيخ مصطفى خاطر بيحب الشيخ حمدي يعني حب جامد يعني، مش عايز يعني أقول أكتر من كده. فإحنا بنشكره شكرا جزيلا للشيخ مصطفى خاطر، وبنشكر الأستاذ المهندس الأستاذ أحمد مسعد استوديو حكاية من محل الدمن، لأنه تعب في الشريط في نقل الشريط، وكان الشريط برضه فيه شوية عيوب هو ظبط العيوب ديت. بنشكره شكرا جزيلا. والأستاذ حمادة السيد ريان بشكره. بشكر الأستاذ برضه الأستاذ حمادة السيد ريان من مينة محل الدمن، بشكره شكر جامد يعني. اتفضل. وفي حاجة عايز أقولها لك. اتفضل. إن الشيخ مصطفى بيسمع الشيخ حمدي وهو عنده 16 سنة. ما أنا قلت 16 سنة. وبقى يجي من بورسعيد يحوش ويجي من بورسعيد نقعد نسجل للشيخ حمدي عند الحاج طلعت الله يرحمه. الله يرحمه عم طلعت البسيوني رحمة الله عليه. برضه ده برضه يعني عم طلعت الله يرحمه كان راجل محترم وكان راجل طيب وراجل على الفطرة. ومرة الله يرحمه. ومرة يا أستاذ رضا قعدنا نسجل طول الليل شرايط وخدها وراح بورسعيد. واحد من راكب جنبه خد الشنطه بتاع الشرايط اللي احنا بقالنا يومين بنسجل فيها. فهو يشكر. نشكره طبعا شكرا جزيلا. وبنشكر الشيخ علي بن معاطي من محل الدمن، هو مش محتاج شكر اصلا. طبعا. وبرضه بحب اشكر المجموعه الرجاله المحترمين بتوع قريه شوها النموذجيه. بشكر الاستاذ محمد عبد الجليل لانه برضه نقل الشريط على التلفزيون او على النت بطريقه كويسه. وبشكر عم عبد الرسول ربنا يديله الصحه اللي نقل المجموعه الاخيره بتاعت سلمون والحاج عصام العفش. بشكرهم شكرا جزيلا لما تعبوا في الشرايط بتاعت سلمون اللي جت المجموعه الاخيره اللي جت اللي هي السنه دي يعني. اللي صوره الانسان بقى والنجم والقمر والحاجات الحلوه اللي جت في الاخر ديت، واللي جابها طبعا عم عادل من محل الدمنه وتعب فيها الراجل. وفي حاجه يا استاذ عيد. اتفضل. الاستاذ محمد عبد الجليل والحاج عصام كانوا بيسجلوا الشيخ حمدي بايديهم من شهر انا عارف. من شهر. ما هم الشرايط شهر من اللي جايبينها. والشرايط بتاعت اللي احنا جبناها من سلمون الاخرانيه ديت الحاج ابو رسول ربنا يديله الصحه هو اللي نقلها وطلع فيها. ربنا يديله الصحه. هو والحاج عصام. في ميزان حسناتكم جميعا والله. وبشكر الاستاذ ابو همام من السعوديه، وبشكر الاستاذ هاني هاشم عشان الاهتمام الكبير بالشيخ حمدي الزامل، واحنا عارفين ان هو ما بيحبش الشيخ حمدي الزامل دون مقابل، ده شيء معروف. والاستاذ احمد رياض بشكرك طبعا الاستاذ احمد اخونا الصغير. عايز اكلم الاستاذ احمد رياض شويه. اتفضل. الاستاذ احمد رياض جالي بيسمع الشيخ حمدي وعنده 17 سنه وتعب في الشرايط وباجي يعني لو في مشوار انا وهو يروح نجيب الشرايط ويعمل. فنشكره برضك اللي هو اهتم بايه من صغر سنه واهتم بالشيخ حمدي وسماه كبير الاستاذ احمد. واشكر الاستاذ خالد الخولي من القاهره اللي هو اللي عمل صوت الحاج اللي عمل صوت كتير. ده انا بشكره الاستاذ خالد الخولي طبعا.
اول واحد خد مني شريط وحويه ان شاء الله. الاستاذ خالد الكوي، اه والشيخ عبد اللطيف الصاوي نشكره، طبعا. راجل طيب ومحب من محبي الشيخ حمدي زيان. وهم والاستاذ منعم والاستاذ منعم السيد الدنيا. استاذ احمد السيد علي، استاذ منعم الشهير، استاذ منعم، وعم العربي الزامل طبعا يشكر شكرا جزيلا للمجموعه، جبنا منه مجموعه كبيره، والدكتور سمير الفتوح طبعا برضه جت مجموعه منه كويسه طبعا، بشكرهم جميعا. والاستاذ ومحمد شعبان برضك نشكره طبعا، اللي جاب لنا الشرايط برضك وبقى يتعب ويروح بالليل يجيب الشرايط. كل من ساهم في مجيء شريط للشيخ حمدي الزامل او لو عشر صغير 10 دقائق يشكر، وفي ميزان حسناته طبعا، لان ده تراث لقارئ كبير لا يستهان به. واحنا كلنا بنحب الشيخ حمدي، لا احنا عايزين شهره ولا عايزين حاجه، كلنا بنحبه لله ومن صوته الجميل ومن موهبته العاليه القوي، وهو يستحق كده واكتر من كده. طبعا. احنا كنا بنتمنى حد يتوفى في البلد عشان نسمعه. يعني دي كان فاكهه بالنسبه لنا، يعني يوم ما جه في رمضان، ما كان جه في رمضان البلدين قبلها بيوم ما ناموش، بقوا مبسوطين ان الشيخ حمدي يجي بكره، والميكروفونات كلها شغاله عليه. يعني بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي الشيخ حمدي والمصر كلها. شفت هو في ميتم من بعدها اتعملت عندكم؟ لا مفيش مات انت وطبعا نية محل الدم انا بتحب الشيخ حمدي لدرجه العشق طبعا، يعني حب جارف، وده يدل ان ما عملوش ميتم لا. من بعد وفاه الشيخ حمدي. لا ما عملوش. فاحنا نشكر كل الناس اللي ساهمت ما بدنا كل واحد ياخد حقه. طبعا. نشكر ابو همام ونشكر كل المحبين للشيخ حمدي ان هم بيحبوه باخلاص، وربنا يجعله في ميزان حسناتهم. لا جميعا ان شاء الله. والشكر كمان اللي يعني المفروض نقوله الاستاذ عادل شيشان بتاع محل الزيات، ده الوحيد اللي اهتم باشارات محل الزيات، دي اكبر بلد جبنا منها شرايط. شرايط محل الزيات معروفه يعني. وانا رحت له والشيخ حمدي ذات نفسه الله يرحمه، واحد بيساله بيقول له احسن شرايط ليك ايه يا شيخ حمدي؟ قال له محل زيات، كل شرط محل زيات. فنشكر الاستاذ عادل شيشان، وهو والبلد دي اصلا انا جبت منها ما يقلش عن 70 شريط. اكبر بلد جبنا منها كميه شريط هي محل زيات. فاحنا نشكره، انا رحت عنده البيت وقابلنا مقابله حلوه، ونشكره على اهتمامه للشيخ حمدي لغايه النهارده. الحجرات بتاع المنزل اللي جابها الحجرات اللي جابها مين؟ امين محمد امين بتاع العماري. بشكر الاستاذ محمد امين طبعا اللي امدنا برضه بمجموعه من المنزله. بارك الله فيه. نشكره طبعا. عايز تقول حاجه؟ لا في حد ثاني؟ عايز تقول حاجه ثانيه؟ لا خلاص. فاحنا نشكرهم كلهم وفي ميزان حسناتهم، ومحدش يزعل مثلا ان احنا مثلا جينا نسينا وما ذكرناش حد. كلنا كل المجموعه اللي قلناها ديت كلها حبا في الشيخ حمدي. احنا ذات نفسنا حبيناه، بقول لك احنا كنا بنتمنى حد يتوفى في البلد عندنا عشان نسمعه او اجوار البلد. يوم اللي يشوف متوفي بقاله 44 سنه ولا 43 سنه، الليله اللي بيجي فيها في الراديو او في بتاع المجد بنبقى مبسوطين. ويوم ما جه في رمضان والله العظيم بلدان ما ناموا طول الليل وفرحانين اخر فرحه جامده بسبب ما هو بيجي. فهو الله يرحمه، وادعوا له ان ربنا يرحمه ويجعله كله في ميزان حسناته. اختم. شكرا جزيلا.